النهارده قصة جديدة وحكاية من حكاياتي اللي ما بتخلصش من مطبخ أم الدنيا. النهارده محافظتي المنوفية، وهنعمل فطير المشلتت وهنعمل الكشك، وهتساعدني حاجة فاطمة اللي مكسرة الدنيا في 6 أكتوبر، هي أصلا من المنوفية. هنقول بقى مقادير الفطير: دقيق، زبدة بلدي وزر ملح والزيت عشان نعجن بس. والكشك مفيش أسهل منه: زبادي ولبن ودقيق وشوربتنا، هما بيحبوها بشوربه البط. صح كده؟ بالتوابل بتاعتنا. بس كده. حاجه فاطمه انا هساعدك، بس اول حاجه هعملها بستاذنك يعني ان انا اعمل الخميره بتاعه الكشك عشان بتقعد شويه كده بتاخد وقت مع نفسها كده تتخمر، ونكون عجلنا كمان ونكون عجلنا وظبطنا الدنيا. تمام. الفطير المشلتت: كيلو دقيق، زبدة فلاحي، كوباية زيت. احنا بناخد شويه دقيق مع الزبادي وبنخلطهم جامد لغايه ايه؟ عشان نعمل حته زي العجينه اللزعه كده دي. ايوه، تبقى ليها مزازه كده. وبعدين بقى ايه؟ نسيبها تتخمر، بتاخد وقت شويه. ايوه. اقول لك بقى ايه، احنا بقى البرنامج بتاعنا بنقعد نتكلم عن المنوفيه او على المحافظات، وزي ما قلت لك حلقتنا النهارده عن المنوفيه. والمنوفيه الكلام ما بيخلصش عنها. لا ده انتوا عندكم كلام كتير قوي. عاصمه الرؤساء وعاصمه الناس اللي مطلعه احسن الناس في البلد، اللي ماسكين البلد. انا اولادي من المنوفيه، فانا طبعا فخوره بالموضوع ده جدا. ربنا يخليك. بصي بقت عامله ازاي. ايوه، ظبطناها كده قوي. هسيبها بقى شويه، هسيبها بقى تتخمر عشان ايه؟ تستوي في قلب بعضها. تمام. وهنضف الحته دي واجي افضيلك بقى عشان عارفه ايه انت عايزه براح. وبعدين بقى عايزه اسالك وتحكي لي ايه اللي خلاكي تعملي كده، وايه الموضوع الكبير ده؟ انت مكسره الدنيا في 6 اكتوبر. هو الفطير المنوفيه شاطره قوي في الفطير ده، عاصمه الفطير. وفين بقى؟ وسنا، صح؟ لا احنا من باجور. لا بس انا قصدي انه اغلبيه الفطير اللي بيطلع من هو وسنا. كله بيطلع من المنوفيه. من المنوفيه. بصي ما تقوليش محافظه. حتى دي منحازه فيها يا حاجه فاطمه، حتى دي منحازه فيها. المنايف خطار. مهم، قولي لي بقى هنبدا بايه؟ ايه اول حاجه تتعمل؟ بالدقيق، ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بأساعدك. شكرا. هنعمل ايه بقى؟ هنحط ملح. انت عايزه حاجه هنحط زر ملح زي ما انت قلتي. زر ملح بس كده. طب ايه بقى ليه التركه بتاعت زر الملح دي؟ بتدي له طعم حلو. اوكي. ويبقى زر الملح ولا ممكن تاكلي بيه عسل، ممكن تاكلي بيه مش صح. لكن لما تحطي له سكر ما ينفعش غير كده. هتاكلي بقى حاجه حلوه. بس حلوه. صح كده. ونقول بسم الله في الميه. الميه بقى دي لازم تبقى دافيه. لازم دافيه. بسم الله. بسم الله. واهم حاجه بقى ظبطه ايدك في الميه. بصي انا خدت بالي، كنت لسه هسالك السؤال ده. انت بتحطي من غير ما تكيلي؟ لا. ليه كده؟ لا، عارفه ليه؟ عشان انت اللي ايدك تقدر تظبط الميه. صح. لو عملت لها مقدار ممكن عجين دقيق معاكي ياخد ميه اكتر. على حسب فانت تقولي ايه؟ فانت تقولي لي ايه؟ انت قلتي لي حطي كوبايه ميه بس، وانا حطيت والعجينه طلعت ناشفه. ايوه صح. يبقى هو حسب نوع الدقيق. حسب نوع الدقيق. انت تشوفي، انت بتحسي كده. أيوة. الدقيق مسك معاكي ما مسكش، دي بصي طول ما هو كده انت بتدي له ميه، بس ايه؟ بالمقدار. حبه. صح. وخلاص لقيناه مش عايز ميه، هنبتدي ايه؟ ناخده. انت جميله ورايقه قوي. رايقه رواقه. ياه. ما هو انت بصي حبي الحاجه اللي بتعمليها. ايوه، ما هو باين عليك، انا حاسه بالطاقه بتاعتك. رايقه. هتحبيها، يعني هتطلعي احسن ما فيها. عندك حق. اي حاجه هتحبيها هتطلعي احسن ما فيها. عندك حق. تاني حاجه، انا امي اللي معلماني الفطير مشلتت. خلاص واضح. وانا بقول لك واضح في مسكتك. وامها اللي معلماها. خلاص بقى، يعني انت الجيل الثالث يا فندم. ايوه كده. خلاص هنا ناخدها بقى هنا. اوكي. ده كده شويه ولا نعجن؟ خلاص. بصي بقى الفطير. ايوه. عجين. قولي لي الفطير ايه بقى؟ عجين. يعني الفطير عجين. طول ما انت بتعجنيها
بصي هي بتعمل معاكي ازاي، وانت بتعجنيها سعيده بيها، هي رخرة سعيده بيكي. هنحط حاجه، هنحط دقيق تحت ولا مش لازم؟ لا عشان طالما مش هنعملها على حجر اه مش هنحط لها دي. بس ليه ده بقى؟ لان هنعملها الفرن صينية. بتاعتنا هنا غير اللي في البلد. اللي في البلد في حجر، فلازم ناخدها على دي. اوكي، عشان ما تلزقش تحت وما تاخدش من الشوايب بتاعه الفرن. عليكي نور، صح. وكمان تتحرق انا معانا. برضو عجنت في الفرن ده برضو هناك. لا ده الفرن التاني ده لا ده مزاج. بيطلع الاكل حاجه شوفوا انتوا مزاج. اي اكل بتاكلوه عندكم او عندنا حاجه، والاكل على الكانون وفي الفرن ده حاجه تانية. الفرن اللي هو حاجه تانية خالص. بصي هناخد ايه، هي ماسكه شويه فنديها حبه يعني مسحه بصي ميه. وانتي بعد ما خلصتي حسيتي برضو كنت مدياها تاني حبه ميه بقى كده. ليه؟ انا حاساها انها بصي عامله ازاي معايا. ايوه لا خدت بالي. كل ما ما تفتحيها تديكي ملمس حلو كده. تفتحيها تدخلي فيها هواء قصدك. صح. صح. عارفه ليه بقى؟ ليه؟ عشان تديكي رقات. عشان تعمل معانا رقات رقات بتاعت بقى، رقات تورق. تورق اللي انت بتقولي عليها تورق، احنا بالنسبه لنا احنا تعمل انتوا بتسموها بقى في المنوفيه رقات. رقات. اوكي مش بقى ده الكلام الصح الفطير بتاعكم. رقات، الفطير رقات. وملمسها بقى يبقى ناعم وجميل معاكي كده. احنا خلصنا. بصي ونسيبها بقى ايه ترتاح قد ترتاح. ايه؟ لازم ترتاح 15 دقيقه، ربع ساعه مثلا. 15 دقيقه على قد ما نقدر. احنا الاول بصي انا بحب اعمل كده بقى. ايوه بصي هناخد ايه، تاخدي شويه. احنا مش هناخد محتاجين حبة الميه زيت. خلاص أهي. صح؟ لا خلاص. طيب. بصي بقى الزيت احنا بنعمل بيه ايه. استني احط الميه وكلميني، احكي لي ماشي. احكي لي. انا مش عايزه التركه دي تروح مني. اعمل ايه؟ بصي الزيت اهو حطيناه خلاص. اوكي اهو خلاص تمام. هنا اهي هنبتدي نعمل ايه بقى. بقت جميله كده ماشي. زي هناخد بصي اهو ده بحجم كده ايه، قبضه الايد كده. قبضة الايد مظبوط. تعملي كده ونبتدي ايه نكور كده. ما انا عايزه اعمل واحده. اعملي. ما اجيب عادي. بتاع اشمعنى انت بس تعملي خدي بقى جرعة انت بما انك شاطره يعني، ما انا عايزه ابقى شاطره برضو زيك. الرواقه دي، الرواقه اللي انت فيها دي انا عايزه ابقى كده برضو. لا تحبي اصل الفطير بالذات عايز اللي يحبه. صح. لان والله. هو متعب، فانت لو حبيتيه مش هتحسي بتعب. ايوه كان بابايا يقعد يقول لي، جدتي برضه الله يرحمها كانت بتعمل فطير خطير، يقول لي لولا بس ان انا مشفق عليها من التعب كنت قلت لها اعملي لي فطير. لان هو بيتعب. طبعا. ايوه كوري. ايوه كده عشان العجن واللت وكده صح؟ لا هو كله مجهود في كده. مجهود في لكن العيش التعقيد. بقى اللي عجن كده اوكي والرقاق والحاجات دي كده صح؟ ايوه. دي بقى نعملها ازاي كده؟ لا نكور. انا بكور اهو خديها في جوف الايد. في لا جوف انت الايد كده بتاخديها ايه على سطح ايدك. لا جوف الايد. بصي جوفيها كده. جوفي ايوه ايدك. جوفت كوري. ايدي. ايه ده؟ انا أيوة، عملتها برافو انا عملتها عليكي، برافو. عملتها والله العظيم انت بصي. تجنني. اهي بصي كده اهي. انا مش عارفه اعملها، بروح بلمها كده بصوابعي. اوكي واروح انا عاملة بعملها كده. تاني. اهو بصي فرد بسرعة ايد بقى. فرد ايد بصي بسرعه ومكورة بقى، بصي بسرعه. اهي اهي خطيره أهي. حريفه محمد صلاح اللعبه. خطيره. شغلي. لا خطيره. لا واضح انك حباه اهي. يعني. بصي واضح بسم الله ما شاء الله ان انت حباه. دي طلعت كبيره معانا شويه، هنصغرها. صلحيها لي بقى. انا حاسه ان دي كبيره شويه صح؟ انت لا انت هقول لك عشان انت ما لفتيش. انا ما بصي. لفتش. طب خدي دي حطي دي مع دي. ايوه وممكن خليها تعمل واحده. كورة. ايوه يمكن عشان انا ايديا صغننه برضو، الكف بتاعي صغير فعايزه لا علشان انت مش شغاله فيها. هاتي. انا هاجي لك اشتغل. هاجي لك ابقى شيف تحت التمرين واشتغل خلاص تمام كده تمام. ايوه. ممكن اخدها اظبطها. اه بصي انت مفتحاها ازاي غلط. كده، ما ما تعملش تتفتحش معاكي كوره ابدا. كده ما تعملش كده. معايا. كده خلاص اهي 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 مجرمه. اهي اهي خطيره اهي قفلي. خطيره. اهي بصي تسلم ايدك تسلم ايدك. كده خلاص. احنا بقى عايزين ستريتش. ستريتش. طب احنا وهنحط لها بقى احنا بصي بقى اهي الملامسه الاخيره دي لمسه دي بقى عشان ما علشان خلاص من وشه ما يعملش لا. يبقى لمسه ناعمه بقى. تمام. طبعا انت ايه، بما انك مدلعانا فانت جايبه لنا عجينه جاهزه ومرتاحه، بس ده هيبقى شكلها قبل ما نريحها. طبعا بس تاخد وقت لما ترتاح بالظبط. يعني كده لازم نسيبها 20 دقيقه 30 دقيقه على حسب الوقت اللي الاقيها. احط ايدي كده الاقيها غرزت لتحت. بصي هي بتطلع لفوق ازاي. لسه بتطلع تاني. لكن انت بقى هاتي الثانيه كده نجيبها. تمام. نجيب بس احنا بقى معانا ايه، معانا ملكه اللعبه فهي هتسيبنا نستنى. نجيب الثانيه. احنا هنحتاج الزيت. لا خلاص كده الزيت خلاص.